شنو راح يصير لو ضربوا مفاعل بوشهر النووي الإيراني؟ راح أجاوبكم بكل صراحة، فأتمنى إذا بتخافوا لا تكملوا هذا الفيديو أبدا، خصوصا تأثيره على القريب منهم اللي هم قطر والإمارات والسعودية والكويت. إيش راح يصير بالضبط؟ هذا السيناريو راح أشرحه بأقل من دقيقة، فجد برجع بقول إذا بتخاف لا تكمل. أنا دائما بكون معاكم صريح وأقول لكم الحقيقة كاملة، فأتمنى كل التعليقات بالأول دعاء لدول الخليج وللدول العربية. ادعوا يا جماعة، هذا وقت دعاء، لازم تدعوا. خلي الله يبعد عنا هاي الأمور، ترى والله الواحد مو فاضي لهاي الأمور أبدا. فادعوا، اكتب دولتك، قول أنا من كذا، وأدعي لكل الدول العربية، وادعي لدولتك ولكل الدول الإسلامية يا حبايبي. كل التعليقات دعاء مع علم بلدك. موضوع خطير لأنه قريب جغرافيا. في 3 احتمالات. أول شيء تكون الضربة مو قوية جدا، فما راح يصير في تسرب إشعاعي، وما راح يصير ولا أي شيء لأي دول. ثاني شيء راح يصير في تسرب إشعاعي ولكن خفيف، تنقل الرياح لهاي الدول. ثالث إشي يكون في ضربة مدمرة وتنقل الإشعاع بشكل مخيف جدا. آخر احتمالين راح يؤدوا إلى تلوث المياه وارتفاع في النفط والذهب وبكل شيء، وتتلوث المياه والطعام، الواحد يبطل يقدر ياكل اي شيء. راح تعلن حالة الطوارئ بكل مكان، ويصير يعطوهم محبوب ادوية عشان الغدة الدرقية هي اكثر اشي بتتأثر بهاي الاشعاعات وممكن تؤدي الى الوفاة لا سمح الله.